توعية البنات عن الدورة الشهرية أو البريود. الموضوع ده صعب وبنحسه تقيل ومش عارفين نبدأ امتى. في الفيديو ده هنتكلم ازاي اتكلم مع بنتي عن الدورة الشهرية. في البداية استغلي اي موقف يحصل قدامك علشان يكون المدخل، يعني اعلان عن الفوط الصحية، او انتي بتشتري فوطة صحية من اي محل من منتجات التجميل، او حتى لو انتي في البيت وماسكة الفوطة الصحية كده بس مش قدام حد، ابتسمي لها ابتسامة خفيفة وقولي لها تعرفي ايه ده، وابدأي اتكلمي. طبعا انتي مش اول مرة تتكلمي عن التربية الجنسية او التغيرات الفسيولوجية، لكن زي ما بقول كل مرة كل فترة بتقدمي معلومة كأنك بتبني كل شوية دور، كأنه مبنى وبتبني كل شوية دور. طب هنتكلم ونقول ايه وانا اصلا مكسوفة ورجليا بتخبط في بعضها والموضوع محرج؟ يلا تعالي معايا واحنا نقول احنا هنقول ايه دلوقتي. هتبدأي تاخديها وتتكلمي معاها بكل بساطة، وهتقولها انتي بنوتي الجميلة اللي بموت فيها. كل حد فينا بيكون صغير وكل يوم بيعدي بيكبر شوية بشوية، ولما بيكبر بيدخل مرحلة اسمها مرحلة المراهقة. وطبعا انا هتكلم في الوقت اللي جاي عن يعني ايه مراهقة وكل التغيرات اللي بتحصل في المرحلة دي. فهتقولي لها لما بتكبري بتحصل شوية تغيرات في جسمك، ومن التغيرات المهمة اللي بتحصل لكل البنات ان هتبدأ تجيلك حاجة اسمها الدورة الشهرية او البريود، اللي بنستخدم ليها الفوطة الصحية اللي انت شفتيها معايا. وزي ما قلتلك قبل كده ان كل بنوتة ليها مبيضين، كل واحد بيطلع بويضة كل شهر، يعني المبيض ده بيشتغل الشهر ده ويطلع بويضة، الشهر اللي جاي يشتغل المبيض التاني ويطلع بويضة. والبويضة لما بتطلع بتمشي في رحلة في قناة فالوب لغاية لما توصل للرحم. لو لقيت الخلية الذكرية بتتحد معاها وبتكون بيبي جميل. لكن علشان بنوتي زي القمر لسه ما اتجوزتش فبتبدأ تنزل البويضة. طب البريود او الدورة الشهرية بتيجي وانا عندي كام سنة؟ ممكن تيجي وانا 10 11 سنة، او ممكن قبل او بعد كده، بس المهم لو وصلت 15 سنة وما جاتش البريود لازم اروح لدكتور. طب لما بتيجي البريود بتيجي كل قد ايه؟ بيقولوا كده ان كل شهر او كل 28 يوم، بتيجي من 3 ل5 ايام. وطبعا لو زادت عن كده برضو محتاجة استشير دكتور. خدي بالك في شوية النصايح اللي هقولهم دلوقتي. اول حاجة، الاستحمام مهم جدا اثناء الدورة الشهرية. 2، ارمي الفوطة الصحية بعد الاستخدام علشان ما تسببش بكتيريا وجراثيم، وانت بترمي الفوطة لفيها باحكام قبل ما ترميها في باسكت الزبالة. 3، اغسلي ايديكي كويس قبل وبعد استخدام الفوطة الصحية. طب ليه قبل؟ علشان ما تسببش برضو عدوى ليكي. ممكن تحسي أثناء البريود بألم في بطنك أو في ظهرك أو في صدرك، نفسيتك بتكون مش متظبطة، كل ده بيكون طبيعي. بس أثناء البريود محتاجة تاخدي أقراص حديد كل يوم قرص علشان الأنيميا. في النهاية وصلي لبنتك إنك فخورة بيها وبأنوثتها، خليها تشوف نفسها إن ربنا خلقها في أحسن صورة مهما كان فيها عيوب.